هنا العسكري قاعد يشرح للشباب ازاي بيسوق الموتوسيكل وازاي السلاح بتاعه بيبقى في امان وهو سايق الموتوسيكل، ويقدر يجيبه ازاي بسرعة. كل الشباب واقفين يتعلموا من الشرطي. هنا بقى عاملين عربية الناس بتركب فيها وتربط الحزام ويقوموا قلبين العربية. شوف انا سألت، ده بيوريهم اهمية الحزام ان هو يبقى مربوط ايه. حتى العربية معمول عليها صورة حزام، ازاي ان الحزام في حالة انقلاب العربية لا قدر الله يقدر يحمي الركاب وينزلوا مفهومش اي حاجة. حاجات يعني في منتهى الجمال. عندهم كمان اهو فريق الكورة بتاع كونيا موقف هنا بيبيعوا حاجات تبع النادي، وانا عشان الجو ساقع جبت تذكار. كمان اشتريت تذكار منهم كوفية على النادي بتاع كونيا. الناس كلها هنا يعني مش معرض بس، ده احتفالية. قاعدين يشرحوا للناس، قاعدين يقولوا، شوفوا الشباب كلها واقفين قاعدين يتفرجوا. في مسابقات كمان هنا. تعال نشوف هنا بقى بيعملوا ايه. برضو حاجة عن أهمية الحزام. مش شرط تقعد تجبر الناس ان هم تربط، كفاية بس توريهم ان الحزام ده لمصلحتهم وتعيشهم التجربة الحقيقية دي. يا ترى بقى هيعمل ايه؟ هينزلهم بسرعة للتصادم فعلا. عمل ان كأن العربية بتتصادم، وطبعا ايه اهو الناس نازلة زي الفل. طبعا دول خلاص كده عرفوا الحزام ومستحيل ايه يقلعوه تاني.